أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ومن هؤلاء الصحابة أبو دجانة الأنصاري. كان أبو دجانة أحد الأبطال، شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق كما قال الحافظ في الإصابة. وكان يوم أحد عليه عصابة حمراء، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يتبختر بين الصفين، فقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع. دافع أبو دجانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه آخرون، فكثرت فيه الجراحات. وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا يوم أحد، فقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأخذه أبو دجانة ففلق به هام المشركين. استشهد أبو دجانة يوم اليمامة، وهو ممن اشترك في قتل مسيلمة يومئذ مع عبد الله بن زيد بن عاصم ووحشي بن حرب. قال أنس بن مالك رمى أبو دجانة بنفسه يوم اليمامة إلى داخل الحديقة، أي من الحصن إلى داخل الحديقة، فانكسرت رجله فقاتل وهو مكسور الرجل حتى قتل رضي الله عنه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نسأل الله العظيم أن يرضى عنهم، نسأل الله العظيم أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا ممن يسير على طريقهم. أقول ما تسمعون والحمد لله رب